بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب القداسة، أصحاب النيافة والسيادة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعدتم مساء. وأود ابتداء أن أعرب عن سعادتي البالغة في الحضور لهذا الصرح الديني المقدس والمشاركة في إعلان افتتاحه بعد إكمال أعمال الترميم والتأهيل. وأتشرف أن أكون أول مسؤول حضر لهذا المكان المبارك. السيدات السادة، مجددا نقف عند خطوة تحيي ألق بغداد في أجمل مبانيها وأرقها، ومرة أخرى نكون أمام خطوات واثقة على طريق حفظ التراث واستعادة هيبة الآثار والموروث الحضاري والثقافي والعمراني لشعبنا الذي يفتخر بالتنوع ويعتز كل الاعتزاز بأطيافنا المتآخية وما تشكله من ثراء معرفي وحضاري. وحينما نمد يد الإعمار والتأهيل والصيانة إلى بيت من بيوت الله جل وعلا، كنيسة الأرمن الأرثوذكس العراقيين المسيحيين الأصلاء، كنيسة القديس غريغور المنور، فإننا نؤدي التزاما وواجبا إزاء طيف كريم من أبناء شعبنا العراقي، وصوت وطني يتمسك بحب العراق، مثلما نعبر عن رؤية إنسانية جامعة لقلوب كل العراقيين تحت خيمة إيمانهم برب العزة سبحانه، وإيمانهم بوحدة وطنهم، وأن ترابه ومياهه وحقوله وسهوله هي كلها بيت كبير يتسع لنا جميعا. إن إعمار هذه الكنيسة المباركة لن يكون أول المبادرات ولا آخرها، إذ أن الحكومة قد برهنت وأكدت مضيها في حفظ التراث وإظهار وجه بغداد التاريخي المتألق الشامخ وكل مدن العراق من خلال إحياء معالمها المعمارية الأصيلة والصروح الدينية المقدسة، وتأهيل مناطقها القديمة وشواهدها الخالدة كي تكون رسالة مستمرة تروي قصة الحضارة الإنسانية المتواصلة التي نشأت على هذه الأرض الطيبة. لقد بارك الباري سبحانه أرض العراق بأنها كانت ولا تزال منذ فجر التاريخ أرضا للأنبياء والأوصياء والأئمة والصالحين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، مثلما هي حاضنة العالم القديم، وفيها نشأت أولى بيوت الله لكل الأديان السماوية والرسالات الربانية. وأن حقيقة وجود أقدم كنائس العالم في بلاد الرافدين هي ثابت تاريخي أثاري لا يخفى على العارفين والباحثين، وشواهدها ما زالت قائمة في بقايا كنيسة كوخة بالمدائن، وكنيسة القصير قرب كربلاء، وكنائس الموصل. السيدات والسادة، الحضور الكريم، إن شعبنا العراقي الكريم خرج من مواجهة قوى الظلام وقوى الفكر الضلالي منتصرا متماسكا قويا، والفضل يعود لله ولدماء شهدائنا قبل كل شيء. وربما يكون مبنى هذه الكنيسة لو نطق شاهدا
على الضحايا الأبرياء الذين سقطوا في ساحة الطيران عندما استهدفهم الإرهاب الأعمى في أكثر من هجمة إرهابية، وهم أبرياء عزل يقفون في مكان لأداء عمل أو انتظار لغرض ما. هذه العزيمة التي تحلى بها الشعب العراقي والإرادة الراسخة والقوية في تحقيق الانتصار نستمدها من الوجود الحضاري والتاريخي السحيق على هذه الأرض، وهي الإرادة نفسها التي تجعلنا نتمسك بإعمار بيوت الله ورفع اسمه العظيم فيها. أوجه الشكر والتقدير للجهود التي تكللت بعملية التأهيل والصيانة لهذه الكنيسة الشامخة، وللمخلصين في ديوان أوقاف الديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائية، ونؤكد دعمنا المتواصل والمستمر لإعمار كل بيت من بيوت الله، واستمرارنا في نهج الحفاظ على التراث العمراني لمدينة بغداد الجميلة العريقة المتألقة بكنائسها ومساجدها وعمائرها التي كانت ولا تزال ميدانا حيا لصناعة التاريخ. تقبل الله صلواتكم ودعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.